الجيش المصري بيعمل ايه في الصومال؟ هنحارب مش كده؟ هندمر سد النهضة ونولع افريقيا. البي بي سي بتقول الجيش المصري في الصومال والحرب مع اثيوبيا على الابواب. سي ان ان بتصرح اثيوبيا مرعوبة من مواجهة مصر عسكريا. اما بقى فتاين السوشيال ميديا فبيقولوا مصر هتدمر سد النهضة وهتمحي اثيوبيا من على وش الارض. لكن الادارة المصرية ليها رأي تاني ودايما بتمارس صمت الكبار وحكمة الحياة في إدارة الأزمات، وسايبة اللي يتكلم يتكلم واللي يقول يقول، وفي نفس الوقت سايبة الصورة واضحة للي عايز يفهم. أما أثيوبيا بقى يا صديقي فمنذ البداية بتتلاعب بالتصريحات والبيانات وبتمارس ذعر الصغار لكسب التعاطف الدولي طبعا، وبتصيح بشوية بيانات وشوية تصريحات وتفاوضات وهمية في مضمونها ولعبة أخدنا كام خطوة لورا. هو الملك مات؟ لا ما تخافش، الملك لسه عايش، ومصر بحركة واحدة قلبت دور الشطرنج رأسا على عقب في القرن الأفريقي بوصول الجيش المصري بعتاده التقيل وجنوده وضباطه للصومال اللي هي جارة إثيوبيا. ومن ساعتها أكيد في أسئلة كتير بتدور في دماغ كل واحد فينا. أول الأسئلة هي مصر هتضرب سد النهضة؟ وإيه معنى وجود الجيش المصري في الصومال؟ واشمعنى الصومال بالتحديد؟ هل هي عشان جارة اثيوبيا؟ وليه بيتم تحريك الجيش المصري خارج حدود القطر المصري؟ وهل الخطوة دي جت فجأة؟ يعني ترتيب العلعوني مثلا؟ وهل الحرب اللي بيتكلموا عليها من سنين بين مصر واثيوبيا على الابواب فعلا؟ وايه بقى حكاية اثيوبيا اللي بتدور على منفذ بحري ليها عن طريق الصومال؟ وليه الاغلبية العظمى بيتكلموا على وجود الجيش المصري في الصومال وما تكلموش عليه في نيجيريا؟ كل دي اسئلة هنجاوبها معاكم النهاردة في حلقتنا من اصل الحدوتة. فنجان البن التمام ويلا نعرف الحدوتة سوا. هحكي لك الحكاية كاملة يا صديقي. من كام يوم اتقلبت الدنيا لظهور بعض الفيديوهات والصور لوصول الجيش المصري للصومال وتحديدا في العاصمة مقديشو باعتادهم التقيل وأسلحتهم. الناس طبعا اتخضت، وأكيد في كتير منكم قالوا وأنا أولكم إن الحرب مع أثيوبيا على الأبواب ومصر هتدمر سد النهضة، خصوصا بعد وصول المفاوضات لطريق مسدود مع اثيوبيا. وخد عندك بقى تحليلات وخبراء عسكريين واستراتيجيين وسياسيين. ودلوقتي جه ميعاد سؤالنا المهم، ايه اللي بيدور على ارض الواقع؟ خليك معايا لاخر الحلقه، وده مش كلام دعايه او تسويق، لان في تركه في اخر الحلقه هتغير لك طريقه تفكيرك وارائك كامله عن بعض القضايا اللي بتدور حوالينا في الوقت الحالي. الصوره على ارض الواقع يا صديقي، طيارات شحن عسكريه قامت بنقل جنود وعتاد تقيل للعاصمة مقديشو في الصومال. وانا معاك ان الخبر يخض، خصوصا في التوقيت ده، لان الخطوة في التوقيت ده عليها عامل كبير جدا هقول لكم عليه في اخر الحلقة، واللي يديك احساس ان الحرب جاية لا محالة. لان النوع ده من التعاون العسكري مع الصومال بيحصل لأول مرة من سنين كتير فاتت. هل وجود الجيش المصري في الصومال ده جه فجأة، ولا مصر بتدرس خطواتها بعناية وبتحلل المعطيات اللي على أرض الواقع؟ أجاوبك وأقول لك لأ، الحدث ده أو التعاون ده أو التقارب ده ما هواش جديد. أجاوبك وأقول لك لأ، مش مفاجئ، لأنك لو متابع الأحداث يا صديقي هتعرف إن في بروتوكول تعاون عسكري تم في نص أغسطس اللي فات مع الصومال بحضور الرئيسين المصري والصومالي في القاهرة. يبقى القاهرة لما بتتحرك على خطى سليمة دبلوماسية وجيوسياسية وبتبقى واقفة على الأرض. وعشان نفهم اللي بيحصل النهاردة في الصومال لازم أرجع شوية بيك كده لورا وأقول لك نبذة تاريخية عن التواصل أو التعاون اللي حصل ما بين مصر والصومال. في يناير اللي فات زار الرئيس الصومالي القاهرة بعد حدث مهم جدا حصل ما بين أثيوبيا وإقليم صوماليا لاند شمال الصومال. والحدث ده كان عبارة عن اتفاق تم بين أثيوبيا وإقليم صوماليا لاند لحصول إثيوبيا على منفذ بحري أو منفذ مائي عن طريق أديس أبابا. وطبعا ده كان أمل إثيوبيا من زمان، لأن كلنا عارفين أن إثيوبيا دولة حبيسة ما بتطلش لا على بحار ولا على محيطات، وده من ساعة انفصال إريتريا عنها سنة 93. وعشان ما تقولش ان انا بتوهك معايا، اقليم صوماليا لاند ده بيقع شمال الصومال وكان تحت الاستعمار البريطاني، بينما باقي الصومال تحت الاحتلال الايطالي. ولما حصل اضطراب سياسي في الصومال في بداية التسعينات انفصل اقليم صوماليا لاند عن الصومال، لكن مفيش ولا اعتراف دولي بيه لحد دلوقتي وانت بتتفرج على الحلقة. قوم بقى الجماعة في اثيوبيا يعملوا ايه يا صديقي؟ يصطادوا في المياه العكرة بالظبط زي ما انت قلت كده، وراحوا الاقليم صوماليا لاند الانفصالي وعملوا معاه اتفاقية ان هم يحصلوا على منفذ مائي عن طريق اقليم صوماليا لاند. وبما ان مفيش اي اعتراف دولي حتى الان باقليم صوماليا لاند كدولة مستقلة، فاللي عملته اثيوبيا بيعتبر تدخل في الشأن الصومالي والقرن الافريقي،
خصوصا ان تاريخ العلاقات بين البلدين كان فيه توتر كبير. والمعلومة اللي يمكن بعضنا ما يعرفهاش ان معظم سكان اقليم صوماليا لاند هم صوماليين، وحصل مناوشات كتير ما بين الدولتين 2006 و2009، وفي 97 حصل اجتياح للصومال من اثيوبيا، بس على طول سحبت قوتها. وقبل ما تقول لي انت بتحكي لنا الحدوته دي ليه وبتخرجنا بره الموضوع الاساسي، يا عم انا عايز اعرف الجيش المصري بيعمل ايه في الصومال، ومين قال لك ان انا خرجتك بره الحدوته؟ بالعكس، اللي بحكيه لك ده هو اصل الحدوته، لان دايما في ماضي وفي حاضر، وعشان افهم الحاضر لازم اتعلم من الماضي. من هنا يا صديقي ابتدي ركز معايا في النقط اللي جايه كلها. اللي خوف اثيوبيا ورعبها وخلاها تسحب قوتها من الصومال في نص التسعينات مين؟ مظبوط، مصر. القاهرة تدخلت مباشرة وبحنكة سياسية معهودة طبعا سنة 97 زي ما بتعمل دلوقتي بالظبط، بس ساعتها تم عقد اتفاق اسمه اتفاق القاهرة لتشكيل وتثبيت حكومة مركزية في الصومال بقيادة علي مهدي، واللي خلفه في الرئاسة عبد القاسم حسن، وده كان معروف بولائه وحبه الشديد لمصر. بمنتهى البساطة مصر النهاردة بتستعيد دورها الريادي الأفريقي من تاني، وبتتصرف كما يليق بدولة كبيرة. هتسألني وتقول لي ايه هي الانجازات او المهام اللي بيقوم بيها الجيش المصري وهو في الصومال؟ هقول لك اهم الانجازات او اهم المهام هي الحفاظ على مصالح مصر هناك. وليه بنقول مصر بتستعيد دورها؟ لان نظام مبارك من 2004 وهو مهمش ومجنب دور مصر الجيوسياسي في القرن الافريقي مع الدول الافريقيه الصديقه، وبالتالي بدا دورنا يتلاشى في الصومال وفي القرن الافريقي، وبالتالي سيبنا الفراغ لاثيوبيا وغيرها يلعبوا بديلهم شويه، وبالتالي فاكرين ان هم ممكن يعتدوا على مصالح مصر داخل القطر المصري او خارجه. والنهارده يا صديقي مصر بتقطع ديل وايد كل واحد بيفكر ان هو يعتدي عليها او على مصالحها جوه او بره، وفي القرن الافريقي خصوصا انه بتحكمه معاهدات ومواثيق دوليه وتاريخيه اللي بيدي مصر الحق ان هي تدافع عن الدول الافريقيه الصديقه اللي في بيننا وبينها معاهدات ومواثيق دوليه، وده اسمه البعد الاستراتيجي. وبعد كل الحدوته الطويله اللي حكيتها لك دي، خليني اجاوبك على سؤال النهارده بيدور في مخك: الجيش بيعمل ايه في الصومال؟ ولو خلصت فنجان القهوه ممكن تعمل فنجان تاني ويلا نكمل الحدوته سوا. خليك واثق يا صديقي ان مصر دولة حجمها كبير ومش بتعتدي على اي حد ولا بتتعرض لاي حد، طالما الدولة دي ما تعرضتش ليها او اعتدت على مصالحها او ارضها او مؤسساتها في الداخل او في الخارج. اصل مصر ملهاش في لعب العيال ده، لا ليها في إثارة الاضطرابات المفتعلة زي ما دول تانية بتعمل، وده عشان مصر دايما بتتحرك بناء على معلومات موثوق فيها من أجهزتها الاستخباراتية وفي الوقت الصح. وعشان كده جيشنا النهاردة موجود في الصومال بيحافظ على مصالحنا المرتبطة بموقعنا الجغرافي، زي حركة الملاحة في البحر الأحمر، أنابيب النفط والغاز، مجرى نهر النيل العظيم اللي مصر بتعتمد عليه اعتماد كلي في الحياة، واللي بيعتبر بالنسبة لمصر أمن قومي، وعشان نحافظ على مصالحنا الاقتصادية في المنطقة، وعشان نحافظ على دورنا وتواجدنا السياسي والجيوسياسي في القرن الأفريقي، وما نديش فرصة لحد إنه يلعب بديله يفتكر إن هو ناصح يحاول يعتدي على مصالحنا هناك، وعشان نواجه النفوذ المتصاعد، خصوصا إن السودان فيها توتر، والنفوذ المتصاعد من بعض القوى الإقليمية اللي فاكرة إن هي ممكن تلعب بديلها معانا، واللي مصالحها بتتعارض مع مصالحنا زي إثيوبيا مثلا. وهنا هجاوبك على السؤال التاني اللي بيدور في مخك: ليه إثيوبيا خايفة ومرعوبة من وجود الجيش المصري في الصومال؟ ببساطة لأنك بتقود وتروض نوايا إثيوبيا الخبيثة وبتفضحها قدام العالم، وفي نفس الوقت بتوصل لها رسالة وبتقول لها أنا إيدي طويلة وواصلة لآخر الدنيا. يعني فجأة إثيوبيا تصحى الصبح تلاقي رجالة الجيش المصري جنبها. الخطوة دي خلت إثيوبيا ترتبك وتنزعج، ومش بعيد في القريب العاجل نلاقي إثيوبيا بتغير أفكارها أو بتعيد حساباتها، خصوصا مشروع صوماليا لاند وعودة مصر لعقد الاتفاقات مع الصومال. وبالمناسبة مصر لسه عاملة اتفاقية تعاون دفاع عسكري مع نيجيريا، وده اللي كنت قلته لكم في أول الحلقة: تعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية. وخد بالك من الجملة اللي جاية دي: تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. أظن الرسالة وصلت. وبيعتبر أمر إيجابي جدا عودة مصر لتواجدها في القرن الأفريقي، وهي منع أي نزاع مسلح ما بين الدول الأفريقية الصديقة ودول تانية. في النهاية يا صديقي وأصل الحدوتة، تحية وتقدير لكل خطوة في الطريق ده، كل خطوة بنحاول نصلح فيها أخطاء أنظمة سابقة بتهميش دور مصر في القرن الأفريقي والجيوسياسي، وعن عمقنا في القرن الأفريقي وفي قارة أفريقيا عموما، واللي خلانا ندفع ثمن في قضايا كتير من ضمنها قضية سد النهضة. وفي النهاية وقبل ما أختم حلقتنا معاكم، حابب أقول لك جملة صغيرة
عايزك تفكر فيها شوية. اثيوبيا مش الدولة اللي تمتلك موارد تقدر تمول بيها سد كبير او عملاق زي سد النهضة، ولا اثيوبيا الدولة اللي محتاجة تصارع عشان المية، وده بسبب الامطار. فكر كده معايا، مين اللي ليه مصلحة او مين اللي ورا اثيوبيا في تمويل سد النهضة؟ هسيبك تفكر شوية. فكرت؟ اكتبوا لنا في التعليقات مين هي الدولة اللي تقدر وعندها احتياج للمية تمول سد النهضة. ولو لسه ما عملتش لايك شير وسبسكرايب، اهلا بيك في اي وقت. كنت معاكم رفيق عادل في اصل الحدوتة، واستنونا في حواديت جاية كتير. اشوفكم على خير.